قبل كده عملت فيديو بعنوان لو انت واحد معاك اقامه في اي دوله بره فيا ريت تحافظ على اقامتك ايا كان الوضع ايه. طبعا في ناس كتيره تفهمت الكلام وفي ناس تانية قالت احنا نفضل طول عمرنا متغربين ومش عارف ايه، والناس انتقدت الفيديو شويه. فانا عايز اقول لك هي كده غربه وكده غربه. هدخلك معايا في حسبه كده بسيطه او عمليه حسابيه بسيطه وتعرف من نهايه الفيديو اللي انا عايز اوصله لك ايه. ابسط الامور، قالب الطوب ده من فتره قليله جدا، من حوالي كام شهر كان ما يعديش نص جنيه. عايز اقول لك قالب الطوب حاليا 1000 طوبه عامله 1200 جنيه. القالب ده عشان يتحط على الحيطه ويبقى قالب مبني على الحيطه هيعدي معاك ال 3 جنيه. انا حاليا بيبني ال 1000 طوبه ب 450 جنيه، وعندك 1000 طوبه معديه 1200 جنيه، وبتختلف من محافظه لاخرى. ال 1000 طوبه تقريبا هتاخد 3 شكاير اسمنت او 4 شكاير، يعني قول في 100 بس، هي ازيد من 100 بس قول في 100 بس، يعني 400 جنيه، و450 يعني 850 جنيه. وعندك 1200 طوب سعر الطوب نفسه، يعني عشان تبني بيت مساحته 100 متر هياخد منك 35,000 طوبه، يعني انت محتاج 75,000 جنيه او 80,000 جنيه لحد ما تتبنى البيت بتاعك ويكمل لحد الصبه. بيت مساحته 100 متر عشان خاطر يتحط عليه باب ويتصب ويتشطب انت محتاج 500,000 جنيه. انت متخيل؟ دي في مساحه 100 متر بس. لو انت بقى معاك اقامه في اي دوله بره، فعايز اقول لك حافظ على الاقامه بتاعتك لمصلحتك مش لاي حد تاني. عايز اقول لك انا عايز انتقدني بس قسما بالله انا بقول لك لمصلحتك انت. حاليا الوضع مش وضع قاعد في مصر. عايز تنزل في مصر تقعد فتره نفسيتك تعبانه متضايق من الغربه، انزل لك شهرين هتأدي احسن شهرين اجازه في مصر. حابب بقى ان انت تنهي غربتك وتنزل نهائي، تفكر الموضوع ده قبلها بسنتين، تاسس لك مشروع كويس، وفي حاله ان انت تلاقي المشروع وقف على رجليه وبقى يجيب دخل كويس، حتى لو نص الدخل اللي انت بتجيبه من بره، في الحاله دي تقدر اللي انت تاخد قرار ان انت تنزل نهائي. ولو هتنزل نهائي برضه تنزل ويكون معاك اقامه ساريه تقدر في يوم من الايام تعرف ترجع تاني. عايز اقول لك ان انت في نعمه كبيره جدا. شباب كتير نفسها تسافر ومش عارفه تسافر، بجد يشتغل ويدخل حتى لو نص الدخل اللي انت بتدخله من بره، في الوقت ده اقدر اقول لك انزل نهائي وكمل في المشروع اللي انت فتحته. المشروع ما جابش معاك الدخل اللي انت كنت حاطه في دماغك، فكده هيكون معاك عوده ترجع تاني. اي واحد بقى قاعد في مصر، عايز اقول لك سيبك من القعده اللي انت قاعد فيها وشوف مصلحتك، وشوف لك اي دوله سافر فيها تشوف مصلحتك وتشوف بيتك محتاج ايه وتشوف دنيتك محتاجه ايه. القعده هنا قعده رفاهيه بس، شوف مصلحتك وشوف لك دوله كويسه تسافر فيها ايا كانت الدوله. ما تقولش بقى مش لاقي دول مش لاقي سفريات، دور شقلب كده على النت في اي مكان وشوف لك سفريه حلوه عشان تعرف تكون مستقبلك وتعمل حاجه لنفسك في الايام اللي احنا فيها دي. القعده هنا مش هتعمل لك حاجه، ودي نصيحه مني انا حاليا موجود في مصر بقول لك شوف مصلحتك في اي مكان. وانا بقى كلام للمغتربين عايز اقول لك شوف لك الاقامه بتاعتك وظبط اقامتك واقعد في الغربه يا ابن الناس واغزي الشيطان وكمل في الغربه. الوضع هنا مش هتقدر تفتح بيتك. مصلحتك وشوف فيستك وشوف اقامتك، وان ما كانش النهارده في شغل هتلاقي بكره في شغل، ان ما كانش اشتغلت شهر كامل في يوم من الايام هتلاقي شغل. بس انت لو نزلت هنا ودورت على سفريه الموضوع مش هيكون في مصلحتك وهتتعب جدا. لو خدت القرار عشوائي كده ونزلت من غير ما تتاسس لمشروع وقلت هنزل مصر افتح مشروع، ممكن بعد سنتين المشروع ما يجيبش همه معاك فتبدا تلاقي نفسك بقيت مديون وعليك فلوس ومش هتعرف تعمل حاجه. انت عشان تشتري عربيه حديد كارو، الناس الفلاحين عارفه الكلام ده كويس، معديه 80,000 جنيه. يعني عشان تكون تشتغل عربجي على عربيه حديد محتاج لك 100,000 جنيه، 80,000 جنيه عربيه حديد، و20,000 جنيه تشتري بقى حمار، وانت كده تشتغل على العربيه الحديد اللي انت اشتريتها ب 100,000 جنيه. انت متخيل؟ ابسط المشاريع اللي ممكن تكون ناس كتيره مش هترضى بيها هتصرف لك 100,000 جنيه. مش بحبطك، انا مش بحبطك، انا بقول لك على الواقع اللي الناس عايشه فيه. اسس لمشروع الاول قبلها بسنتين وبعد كده خد القرار ان انت تنزل نهائي. كمل في الغربه احسن لك عشان ما تندمش على كنسيل الاقامه بتاعتك ونزولك هنا نهائي، مش هيكون في مصلحتك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.